السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيهز النقاشات في الشارع المغربي، واللي هو مدونة الأسرة، أولا اللي كيتعرف اختصارا بالمدونة. هذا الموضوع كيهم القوانين اللي كتنظم حياة العائلات المغربية، واللي كيأثر على الحياة اليومية ديال كل شيء، الرجال، العيالات، الدراري، وخصوصا الأجيال الجاية. وكيف ما خلات أنا تتعتبوا، واش عرفتوا المدونة ولا نقولها لكم أنا؟ حيت فعلا في هذه الحلقة غادي نحاول نفسر ونوضح المضمون ديال هذه القوانين ما بين قوسين، بطريقة اللي هي سهلة واللي تقدروا تخرجوا مع البودكاست بشي إفادة. واش داكشي اللي كنقراوه على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه المدونة صحيح؟ بزاف ديال الناس كيهضروا على قوانين جديدة وكيديروها بأنها غادي تكون سبب في العزوف عن الزواج، ولكن واش فعلا هاد القوانين عندها علاقة بهذا الشيء هذا، ولا كاين سوء فهم يعني، ولا نقولوا مبالغات في هذا النطاق؟ دونك في هذا البودكاست هذا غادي نوضح هذا الشيء هذا ونحاول نشرحه بواحد الطريقة اللي هي واضحة وموضوعية. انا هنا ماشي يعني غادي نقول راني ضد 100% ولا راني مع 100%، ولكن نحاول انني نقدم لكم داكشي اللي فهمته، داكشي اللي جا في المدونة، ولسيادتكم واسع النظر. في هذا البودكاست غادي نشوفوا واش هاد النقاشات اللي كاينه في لي ريزو سوسيو واش مبنيه على شي حاجه صحيحه، ولا غير زايدين فيه، مبنيه على تاويلات اللي هي مغلوطه. المدونه راها بدات في 2004 كمبادره ملكيه، كانت خطوه كبيره لتجديد القوانين الاسره باش تولي اكثر توازن ما بين الرجل والمراه، ونقدروا نقولوا اكثر عداله، خصوصا في داكشي ديال الطلاق، الحضانه وزواج القصيرات. ولكن مع الوقت بزاف ديال التحديات بانت، وبانت الحاجه لنفس جديد اللي كيتماشى مع التطورات والسرعه اللي كيعرفها المجتمع المغربي. قلت قانون ما بين قوسين علاش؟ لان كاين فرق ما بين المدونه كمشروع قانون وبين القانون النهائي اللي كيولي رسمي بعد الموافقه عليه. وهذاك القانون الرسمي هو اللي كيتبعوه مثلا في اجراء الطلاق، في اجراء الزواج، وكاع هاد المسائل هذه اللي شفناها في المدونه. راه كتبقى هضره، نقاش، الا ما كانتش مطبقه ولا ما كانتش مكتوبه في واحد القانون اللي هو نهائي، يعني كتولي غير هضره، غير بلا بلا، الا ما كانتش في واحد القانون نهائي. في المدونه هي مجموعه ديال الافكار والتعديلات اللي كيجمعوها المشرعين، كتكون النتيجه ديال واحد النقاشات والاراء ديال الناس والجمعيات، ولكن هذا الشيء ما كيدخلش حيز التنفيذ حتى كيدوز في بزاف ديال المراحل، منها المراجعات يعني في مجلس النواب، المناقشات اللي كيديروها اللجان، وزيد عليها التعديلات اللي كيدخلوها البرلمانيين. يعني المدونه ماشي بالضروره هو هذاك القانون في صيفته وصورته النهائيه اللي غادي يطبق، ولكن هي نقطة البداية لواحد النقاشات اللي راها جارية حاليا، واللي منها غادي يخرج قوانين تناسب المجتمع ديالنا. باش نفهموا هذا النقاش مزيان ضروري نرجعوا شي شويش للور ونفهموا السياق التاريخي والقانوني اللي خرجت منه مدونة الأسرة. قبل 2004 القوانين اللي كانت كتسير العلاقات العائلية في المغرب كانت قديمة، وما كتوفرش الحماية الكافية للعيالات والأطفال، خصوصا مثلا في الحضانة، وحتى نقولوا حتى في الطلاق. هاد القوانين كانت كتخلي بزاف ديال الفئات مظلومة ومحرومة من حقوقها الأساسية، وخصوصا الأطفال. في 2004 جاء إصلاح كبير. هذا الإصلاح كان خطوة كبيرة في مجال القوانين العائلية في مدونة الأسرة. جابت حلول لمجموعة من الإشكاليات اللي كان كيعاني منها بعض المغاربة، بعض الفئات، منهم كيف قلت الأطفال. الهدف الأساسي من هذه المدونة اللي كانت تعطى هو تحقيق التوازن ما بين العدالة الاجتماعية واحترام القيم الإسلامية. يعني كاع هذوك القوانين اللي كيتعطاو كيبقاو دائما في نطاق القيم الإسلامية، في نطاق الشريعة الإسلامية. ولكن واخا هكاك في ذاك الوقت هذه المدونة ديال 2004 كانت دارت حتى هي واحد النقاش كبير في المجتمع المغربي، حيت بزاف ديال المغاربه ما فهموش مزيان بعض النقاط اللي كانت جات في هذه المدونه. مثلا كانت كاين واحد الفكره منتشره بزاف
اللي كتقول بان المراه غادي تولي تاخذ 50% من الثروه ديال الراجل، من داك الفلوس اللي يجمعها الراجل، ولا من الفلوس ديال الاسره ديالو، وهذا الشيء مباشره من بعد ما تطلق منه. ولكن هذه المساله هذه كيف ما كنعرفوا راه ماشي صحيحه. هنا كنهضر على 2004. الحقيقه هو ان هذيك المدونه ديال 2004 كانت كتحدد تقسيم الممتلكات، دونك الثروه اللي اكتسبتها الاسره على حسب النوع ديال هذه الممتلكات والطبيعه ديال المساهمه ديال كل طرف. يعني واش المراه خدامه، واش ما خداماش، واش تساهمات، وكيفاش كان داك الشيء مكتوب في العقد، واش نص بالنص، واش يعني كل واحد يتكلف يعني كاينه شروط. يعني انت الزوج نهار اللي تيمشيو تيبغيو يكتبوا العقد كاين واحد الفقره اللي كتبين ولا اللي يمكن لهم يختاروا فيها الطريقه ديال التقسيم ديال الممتلكات. يعني ماشي شي تقسيم اوتوماتيكي 50% 50%، تزوج اليوم طلق راه غادي دير لك 50 ولا غادي ياخذوا 50 50%. هاد الهضره هادي يعني التاويل كان غلط. ومن بين التعديلات اللي كانت وقعت في ذاك الوقت هو ان كلها كتصب في تحسين وضعيه المراه في الحضانه وحقوق الطلاق، وكانت كتنظم زواج القاصرات اللي ولا خاصو موافقه ديال القاضي، في حين انه قبل القاصرات كان يعني ما كانش ضروري موافقه ديال القاضي باش يتزوجوا. الوغ في 2004 ولات الموافقه ديال القاضي وبشروط اللي هي صارمه. هاد التفاصيل كتبين بان واخا في 2004 كان هاد الاصلاح وكان هاد التعديلات اللي هي كتبان كبيره في هذاك الوقت ومزيانه، ولكن سوء الفهم كان سبب في خلق نوع من التوتر في وسط المجتمع المغربي. ولكن مع الوقت كيبان بان هذه الاصلاحات هذه ما بقاتش كافيه. الواقع الاجتماعي ديالنا تبدل بزاف، تحديات جديده اللي كتعرفها الاسره المغربيه كتطلب اعاده النظر في هذه المدونه. يعني سواء الناس اللي متفقين ولا اللي ما متفقينش مع هادشي اللي خرج في المدونه، كنظن بان كلنا شفنا شي حوايج ناقصين، شي حوايج اللي هما ماشي لوجيك، شي حوايج اللي هما خصهمش شي تاطير قانوني. وهذا الشيء اللي عطى اعاده النظر في هذه المدونه الجديده. ولاو بزاف ديال الناس كيطالبوا بتحديث اضافي كيتماشى مع الوقت وكيحمي حقوق ديال الجميع. وكيف العاده بحال هاد النقاشات هذه كتخلق جدل كبير. كاين اللي كيشوف بان التغيير هذا ضروري وراه مزيان، وكاين اللي كيشوف بان هاد القوانين راه غير زياده، وان القوانين اللي كاينه حاليا كافيه. يعني التطبيق هو اللي فيه المشكل وماشي في القوانين. وهذا الشيء هذا هو اللي خلى المشرع انه ينوض ويشوف باش يخرج لنا مدونه جديده ديال 2024. دابا غادي ندوزو لهاد النقاط هذه اللي مطروحه في الاصلاحات الجديده ديال 2024. كنقول النقاط مطروحه وماشي قوانين. كنعاود ناكد بان المدونه راه ماشي قانون، عاد غادي يكون فيها نقاش وغادي يخرجوا قوانين مؤطره اللي كتماشى مع ديك النقاط اللي جات والتوصيات اللي جات في المدونه ديال 2024. نبداو بواحد النقطه اللي هي سخونه واللي نقولوها بوضوح، خلق اشكال بالنسبه للمجتمع اللي كيتبنى الدين الاسلامي كدين اساسي للدوله، اللي هي المساواه في الارث. هذا واحد من المواضيع اللي كثر عليه النقاش بزاف، حيت كانوا كيخرجوا اشاعات بان غادي يكون في هذه المدونه هذه مساواه ما بين الرجل والمراه في الارث، اللي هو ما كيتماشاش مع التعاليم الدينيه والمسائل اللي متعلقه بالارث، واللي هي جايه واضحه وباينه في القران الكريم وفي الشريعه الاسلاميه. هاد النقطه بالضبط كانت خلقات نقاشات سخونه بزاف في المجتمع المغربي، حيت كاين اللي كيشوف بان الموضوع الارث خاصو يبقى مرتبط بالشريعه الاسلاميه، حيت الاليات اللي كاينين في هاد الباب هذه واضحه وما كتقبلش حتى شي تاويل. في المقابل كاين الناس اللي كيشوفوا بان الواقع الاجتماعي تبدل بزاف، وانه في بعض الحالات المساواه في الارث غادي تضمن حقوق اكثر للمراه، خصوصا ملي كيكونوا هما اللي كيتحملوا المسؤوليه الكامله في الاسره. يعني امراه طلقات ولا مات لها راجلها مثلا. هذا النقاش كيوضح بان كاين بزاف ديال النقاط اللي ما كانتش مفهومه مزيان في وسط الناس. مثلا داك الفكره المنتشره اللي كتقول ان المراه غادي تولي تورث بحال الراجل في كل شيء، راه ما كايناش.
راه في الإصلاحات المقترحة في مدونة 2024 كاين تأكيد بأن موضوع الإرث راه مربوط بقرارات اللي هي كتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفعلا مسألة الإرث راه كتحتاج مقاربة شاملة اللي كتاخذ بعين الاعتبار الجانب الديني والاجتماعي واللي كتضمن العدالة للجميع بلا ما تخلق تناقض مع القيم الإسلامية. وفي هذا النطاق جاء حق المرأة في السكن بعد وفاة الزوج. ما غاديش ندخل في التفاصيل الدينية بواحد الطريقة معمقة في هذا الباب هذا، ولكن من المعروف ملي كيتوفى الزوج وكان عنده شي دار دونك السكنة، ماشي ضروري ان المراه والولاد هما اللي كيورثوا بوحدهم هذيك الدار. يعني كيولي فيها الوالدين عندهم حق، في شي حالات حتى الاعمام تيكون عندهم حق في هذيك السكنه. في القانون الجديد ديال 2024 من بين النقاط اللي جات بهذه المدونه هذه هو تنظيم وضعيه السكنه من بعد وفاه الزوج. الاصلاح كيبين بانه الا توفى الزوج، السكن العائلي كيبقى للزوجه ولولادها كحق يعني مضمون باش يضمن لهم استقرار الاسره وما يتعرضوش للتشرد او لا للضغوطات ديال العائله، يعني العائله ديال الزوج اللي توفى. هذا الاجراء هذا جاء حيث احصائيات كبيره بينات بان الزوجه والاطفال ديالها كانوا كيخرجوا من السكنه حيث كانوا نزاعات عائليه على الورث، خصوصا مني مثلا كيدخلوا فيها افراد من عائله ديال الزوج اللي بعاد في عمليه توزيع الارث. وفاش كيدخلوا من طبيعه الحال شي نوبات راه ما تيراعيوش لهذوك الدراري، ما تيراعيوش لهذيك الزوجه الارمله. هذا الاصلاح هذا كيتعتبر خطوه ايجابيه بزاف حيث غادي يخفف الضغط النفسي والمادي على هذوك العيالات اللي الارملات اللي تيتوفى لهم الزوج، حيت في الغالب هما اللي كيكونوا كيتكلفوا بكل شيء، يعني هما اللي غادي ياخذوا المسؤوليه باش يتكلفوا بولادهم من بعد وفاه الزوج. ولكن كاين تخوفات من استغلال هذا القانون هذا في بعض الحالات، تخوفات من ان الزوجات تغتنم هذه الفرصه هذه باش تاخذ الدار، يعني واخا ما عندهاش الحاجه، واخا ما عندهاش شي ضروره لهذه الدار هذه. وهذا الشيء علاش شي ناس كيقول لك لا سيدي خاص يكون هذا الشيء هذا بشروط، مثلا ندير واحد المده زمنيه، خصوصا الا كان المراه ما عندهاش دراري. ولكن في العموم نقدروا نقولوا بان هذا الاصلاح هذا كيبقى خطوه ايجابيه، لانها على الاقل كتخلي استقرار ديال الاسره، لان داك الدراري داك المراه كيكون يلاه توفى لهم راجلهم، وشي نوبات في العائلات كتلقى الاعمام ما تيفكروش كاع على داك العائله مسكينه وما تيصافي وما تيهمهم سيدي داك الورث يتقسم وصافي، وما تفكروش بان هذوك الناس داك الدراري الصغار هكاك يقدروا يلقاو راسهم غدا يعني في واحد الظروف اللي هي شويه صعيبه. وهذا الشيء هذا راه كاين وكاين بزاف، يعني كاينين حالات كبيره اللي كتعاني فيها الاسره ديال الزوج المتوفى من فقدان السكن، يعني فوا كيموت صافي كيجريو عليهم من داك الدار. النقطه الثانيه هي زواج القاصرات. زواج القاصرات كيف قلت راه ديجا كان في 2004، غير هو كان شروط مرتبطه بلابريسياسيون ديال القاضي، يعني القاضي هو اللي كيقول لك اوكي هاد القاصره هادي تزوج، ولا هو اللي كيبلوكي كيوقف الزواج ديال هاد القاصرات. الجمعيات ناضوا قال لك اسيدي هاد النوع ديال الزواج خصو يتوقف نهائيا، ما كاين لا موافقه القاضي ولا حتى شي حاجه. هاد النقاش هذا دار واحد الجدل كبير في المجتمع المغربي، خصوصا ملي بدات شي جمعيات حقوقيه كتضغط على الحكومه باش تسد نهائيا هذا الباب هذا، يعني هذا الباب ديال زواج القاصرات بموافقه القاضي، واللي هو كيف قلت كان جا في المدونه ديال 2004 على حسب الارقام يعني الرسميه. كيقول لك بان راه زواج القاصرات غالبا كيسبب مشاكل بحال الطلاق المبكر، يعني تقريبا كيقول لك شي 50% ديال هذا الزواج هذا كيتسالى بالطلاق. وهذا الشيء راه كيهدم بيان سور الاستقرار العائلي وكيشكل واحد العائق كبير قدام القرايه ديال هاد البنات هادو اللي كيتزوجوا في سن مبكر، حيت اون فوا كيتزوجوا كتوقف القرايه ديالهم. وفوق هذا الشيء هذا النوع من الزواج كيخلي البنات في ضعف سواء قانوني ولا اقتصادي،
خصوصا مني كيوقع الطلاق، حيت ما كتكون عندهم حتى شي حمايه. وعلى ما كنشوفوا يعني ولات كتكون قناعه في وسط المجتمع المغربي بان زواج القاصرات خصو يتلغى. يعني هذا الاستثناء هذا اللي كان كيعطيه القاضي خصو يتلغى بطريقه نهائيه باش نحميو الحقوق ديال هاد البنات القاصرات. النقطه الثانيه هي الولايه على الاطفال. حاليا الام خصها ترخيص من الاب ديال الدراري باش مثلا تمشي دير شي اجراءات بحال انها تسجلهم في شي مدرسه، تسافر معاهم، تستافد من شي خدمات بحال التغطيه الصحيه. هاد المسائل هذه كلها الاساسيه الام كتحتاج ترخيص من الاب باش ديرهم. حتى مثلا في حاله انها تمشي تحل شي حساب بنكي لولادها، راه خصها تجيب الموافقه ديال الاب. بزاف ديال الناس كيشوفوا بان هذا القانون هذا ماشي مزيان، حيت في شي نوبات كتكون الام هي اللي كتكلف بوحدها بالتربيه ديال الدراري. هاد الوضعيه كتعرض الام لصعوبات كبيره، حيت كتخليها ديما كتحتاج وكتسنى الموافقه ديال الاب. ابار انه يكون بعيد، شي نوبات كيكون رافض بلا شي سبب اللي هو باين واللي واضح. صافي ما باغيش اسيدي، ما باغيكش تمشي تقري ولادك تمايا، صافي وكيتسالى الفيلم. يعني ما كاينش شي سبب اللي هو مقنع واللي هو يعني حقاني. وحتى هنايا بزاف ديال الجمعيات الحقوقيه طالبوا باش تكون الولايه الكامله للام في هذه الحالات هذه، حيث التغيير غادي يحمي الحقوق ديال الاطفال ويضمن لهم واحد الاستقرار، خصوصا ملي كتكون الام هي اللي كتوفر الاحتياجات الاساسيه ديال هاد الدراري هادو. ومن بين الحوايج الزوينين ديال هذا القانون هذا هو ان الاجراءات اليوميه غادي تولي سهله بالنسبه للام. مثلا تمشي تسجل الاطفال ديالها في المدرسه، ولا تمشي دير شي تسجيل في الرعايه الصحيه ديالهم بواحد الطريقه اللي هي سلسه بلا ما تسنى الموافقه ديال الاب. من طبيعه الحال هذا الاصلاح هذا راه ما كيهمش كاع الناس، ما تيهمش كاع لي سيتوياسيون، يعني ما يمكنش يطبق على كاع لي سيتوياسيون، ما غاديش ينفع في كاع لي سيتوياسيون، ولكن بالنسبه لهاد الامهات اللي هما معنيين غادي يقلل عليهم الضغط سواء النفسي ولا المادي. حيت ديجا كتكون عندهم واحد المسؤوليه ديال التربيه ديال الدراري ديالهم بوحدهم، وعاد كنزيدوهم صعوبات وحدين اخرين من الفوق. ولكن في نفس الوقت هاد التغييرات هادو راه يقدر يكون عندهم واحد العيوب اللي هما كبيره. مثلا فاش كيكون ما كاينش تنسيق ما بين الوالدين، تقدر الام تمشي من جهتها تاخذ شي قرار اللي ما كتراعيش فيه المصلحه ديال الطفل. انا نعطيكم مثال. عندها حسابات مع طليقها، بغات تبدل المدرسه ديال ولدها ولا تبدلو كاع من مدينه لمدينه بعيده على فين كيسكن الاب، بلا ما تشاور معاه، وغير زعما بغات تحرمو من ولدو بواحد الطريقه اللي ضد فيه. صافي ما كاينش شي سبب اللي هو واقعي، ما كاينش شي سبب اللي داخله فيه المصلحه ديال هاد الاطفال هادو. هاد الشيء يقدر يدير مشاكل على المستوى النفسي والعاطفي ديال هذاك الدري ملي ما يبقاش يشوف با، ويقدر يكون سبب لصراعات وحده اخرى وجديده عاوتاني في هذاك الاسره. ونقطه وحده اخرى اللي جات في المدونه واللي متعلقه بالاطفال هي الحقوق ديال الدراري اللي خارج اطار الزواج. يعني غادي نوفر واحد الحمايه قانونيه لهادوك الدراري اللي تزادوا خارج اطار الزواج. القانون الجديد الهدف ديالو هو يكون لهاد الدراري هادو حق في السميه، في التمدرس، في الرعايه الصحيه، بعيد على هذيك الظروف اللي تزادوا فيها. مثلا في حالات بزاف الاطفال اللي كانوا كيتزادوا خارج اطار الزواج كانوا كيعانيوا من غياب الوثائق اللي كتثبت الهويه ديالهم، يعني ما عندهمش اثبات للهويه. هذا الشيء هذا كيتسبب لهم في مشاكل في التسجيل في المدرسه ولا الاستفاده من الخدمات الاساسيه، مثلا الخدمات الصحيه اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. هذا القانون الجديد كيحاول انه يحل هذه المشكله هذه بواحد الطريقه اللي هي باينه وواضحه باش يضمن لهاد الدراري هادو نفس الحقوق بحال اي طفل اخر، حيت اصلا هاد الاطفال هادو مساكن راه ما عندهم حتى شي ذنب في هاد الظروف اللي تزادوا فيها. يعني هاد الخطوه هذه عموما راها كتقدم واحد الحمايه كبيره للطفل، وكتحارب هذاك التمييز اللي كان كيعاني منه هاد الفئه من الاطفال. في المقابل راه كاين تخوفات من ان هاد النوع من القوانين يمكن يشجع على الفساد. يعني واخا ناس ما مزوجينش يمكن لهم يديروا اطفال، غادي يقيدوهم في الحاله المدنيه، غادي بحال اللي هادوك الجوج الاب والام راه مزوجين والور كو راهم خارج اطار الزواج. غير هو المشرعين كيأكدوا بان الهدف الاساسي من هذا القانون هذا
هو حماية الأطفال من أي نوع من الظلم، وهذا الشيء هذا حقيقي. نقطة أخرى جات في التعديلات الجديدة كتركز على إجراءات الطلاق التوافقي، يعني فاش كيكون الرجل والمرأة صافي تفاهموا بواحد الطريقة ودية على إجراءات الطلاق. الهدف هو أنها تقلل من النزاعات اللي كتكون ما بين الزوجين، خصوصا في الحالات اللي كيكون فيها الدراري. الهدف من هاد التعديلات هذا هو خلق واحد البيئة اللي هي قانونية، اللي كتسمح للرجل والمرأة اللي صافي وصلوا للطلاق أنهم يوصلوا لواحد الحلول اللي يكونوا متفقين عليها، تكون عادلة، بلا ما يدخلوا في المحاكم اللي هي اصلا راه كتاخذ الوقت كيكون عندها واحد التكلفه ماديه ولا نفسيه. وفي هذا الإطار يعني كاين واحد الاعتماد على منصات خاصة بالوساطة القانونية، اللي الهدف منها هو أنها تشجّع هادوك الأزواج باش يتفاهموا بيناتهم بعيد على المحاكم. يعني هاد الخطوة هادي كتساهم في الأول في الحماية ديال الأطفال من هادوك التأثيرات، داك الصداعات وداك الكراهية اللي كتوقع في الطلاق، حيت كيكون يعني واحد الطلاق اللي هو وقع بالتفاهم. وهذا الشيء صراحة هو اللي تينص عليه الدين الإسلامي. بالإضافة لهذا الشيء هذا اللي قلتو، في هذه المدونة الجديدة كاين بزاف ديال النقاط اللي كتركز على الوضع ديال المرأة، وخصوصا بعد الطلاق. كاينين شي آليات اللي الهدف منها هو أن النفقة توصل بواحد السرعة للمرأة بعد الطلاق. في هذه المدونة كاين حتى اقتراحات برامج تأهيلية اللي الهدف منها هو أنه يساعدوا هاد النساء المطلقات باش يندمجوا اقتصاديا ولا اجتماعيا من بعد الطلاق. كاع التعديلات اللي هضرت عليهم في هذا البودكاست راه كتغطي غير بعض النقاط اللي هما كنعتبروهم رئيسيين ومهمه بزاف، ولكن راه في المدونه كاين بزاف ديال التعديلات وحدين اخرين اللي ما هضرتش عليهم. مثلا كاين الزاميه النفقه اللي خاص الاب يديرها حتى في حاله زواج الام من مره اخرى. وهذا القانون كيركز على ان الحقوق ديال الاطفال خاصها تبقى محميه وماشي مرتبطه بالوضعيه ديال الام شخصيه، سواء كانت يعني تزوجات ولا ما تزوجاتش من بعد الطلاق ديالها. خاص الاولاد يبقاو كيوصل لهم داك الحق ديالهم اللي هو النفقه. وهنا خرجوا بزاف ديال التعاليق كتقول لك واش دابا الراجل طلق غادي يبدا يصرف على المراه الطليقه ديالو وراجلها الجديد. هاد التعاليق بحال هكا راه فيهم جزء من الحقيقه. غير هو راه اي قانون راه ما يمكنش تاخذ منه غير الايجابيات، اي قانون عنده الثغره ديالو وكاين السلبيات ديالو. والمدونه الجديده ديال 2024 كتركز بزاف على الدور اللي كتلعبو المراه في دارها، يعني بلغه اخرى فاش كتكون ربة بيت. وهذا الشيء هذا كيتخذ بعين الاعتبار لا قدر الله الا وقع الطلاق تقسم الثروه. هادو هما النقاط اللي بغيت نركز عليهم، ومن طبيعه الحال كيبقى مجال النقاش مفتوح وكاينين نقاط وحدين اخرين اللي ما تطرقتلهمش في هذا البودكاست هذا. نتمنى ان هذه الحلقه هذه تكون وضحت شي حوايج وتكون مفيده للجميع. ما تنساوش تخليو التعليقات ديالكم، تابوناو وشاركوا المحتوى هذا الى عجبكم. السلام عليكم. تشاو.